السلام عليكم. اليوم غنعاود لكم واحد القصه اللي هي قصه شمس ظلامي. هاد القصه للعبره ماشي للفرجه. هاد القصه هادي خصنا ناخدو منها واحد العبره ديال اننا ما نتبعوش شنو كيقول لنا قلبنا، نتبعو شنو كيقول لنا عقلنا واللي صالح لينا. ما نطولش عليكم ونبدا معكم في القصه. هاد القصه هادي ديال واحد البنت كانت لاباس عليها وعايشه مع والديها الرفاهيه، كانت كتقرا الطب، كانت اي حاجه بغاتها موفره ليها. صاحبات مع واحد الولد شمكار، والديها ما بغاوش، قالوا ليها بلي تبعد عليه وما غاديش يصلح ليها وغادي يعذبها في حياتها. ولكن واخا هكاك ما سمعتش ليهم وهربات معاه وعاشت معاه في الحرام. يعني عاشت معاه بحال المزوجين واخا هما ما مزوجينش. ولاو كيحرشوه صحابو عليها، ولا كيضربها وكيسبها وكينعتها بواحد الكلام اللي قبيح. ولكن واخا هكاك بقات عايشه معاه في الحرام. ولا كيمشي كيخرج كيخليها بالجوع، لدرجة ولات كطلب الماكلة غير من عند الجيران، وهو كيمشي يقصر مع البنات والدراري وكيرجع حتى الليل، كيدخل كيضربها وكيغتصبها وكيرجع ينعس. حتى لواحد النهار هو يجيب معاه واحد بنت زنقة دخلها عليها للدار، وجاب معاه حتى صحابو اللي كانوا بخمسة بيهم، وقرر يتعدى عليها قدامهم. وقال لصحابو الخمسة بيهم يتعداو عليها قدام عينيه وهو كيضحك. وهي كانت كتألم بزاف وكان كيضربها كل نهار. واحد النهار قررت ترجع لدارهم عند والديها باش تطلب منهم السماحة باش يسمحوا ليها. الخبر اللي خلاها مصدومة بزاف هي انها ماماها ماتت بسببها، وباباها سخط عليها الى يوم الدين وحرمها من الورث كامل. وفوق هذا الشيء تزوج بمرأة قد بنته وعاش حياته في كندا. بقات شحال وهي في الشارع كتعرض للتحرش الاغتصاب، حتى النهار اللي غتكتشف باللي ولا عندها ورم في الراس، ولات كتجيها الدوخه، بزاف ديال الاعراض، بحكم انها كانت كتقرا الطب وعرفات راسها بلا ما تمشي للطبيب. واخا هكاك بقات متابره ورجعت عند هذاك صاحبها الشمكار. رجعت عنده كتفاجأ انها لقاتو تزوج ومراته حامله. مشات عنده وركعات عند رجليه وطلباتو باش يرجع ليها، ولكن مشى وخلاها في ديك الحالة واتهمها بأنها حمقى ومسطية. من داك النهار بدات كتفقد السيطرة على العقل ديالها، بمعنى أنها بدات كتسطى. لقاوها غير الناس في الزنقة وداوها للسبيطار ديال الحماق. ولات كتبقى جالسة غير بوحدها ومعنقة واحد المونيكا كان جابها ليها في أيامهم الأولى، وكتراري بها بحال شي وليد صغير. وفعلا ولات كتشوفو هو ومراتو ديما معاها في الغرفة كيتهيئوا ليها. ولات كتشوف حتى ماماها وباباها كيقولوا ليها انتي قتالة. وفي داك السبيطار نيت لقات واحد الطبيبة اللي ساندتها وواساتها، كانت سميتها فاطمة. حتى لواحد النهار وهي تعيط على ديك الطبيبة فاطمة، قالت لها بغيت ورقة وستيلو. جابتهم ليها وكتبات لينا القصة ديالها اللي انا رويت عليكم دابا. ومن موراها انتحرات، ما قدراتش على داك العذاب اللي كانت كتعيش، كملت لينا الرسالة ديالها وانتحرات. من مورا ايام الانتحار ديالها ندم بزاف داك الشمكار، وفي الموت ديالها جا كيبكي حدا القبر ديالها وكيطلب منها السماحة، وكيقول الطبيبة فاطمة باللي ندم بزاف ولقى باللي مراتو حاملة من صاحبه. وبعد ايام من الموت ديال البنت لقى عنده سرطان الدم، ومشى حتى هو انتحر من واحد الجرف عالي. المهم هذه هي القصة ديالنا باختصار. هو كان كيقول لها شمس ظلامي، ولكن رجع هو ظلامها. هاد القصة هادي بغيت كاع البنات يستافدوا منها وياخدوا منها العبرة. عمركم تتبعوا شنو كيقول القلب، تبعوا شنو كيقول العقل.
والوالدين ديالنا كيبغيو لينا غير اللي فيها الخير. عمرنا نعارضوهم في شي حوايج اللي هما كيشوفوا مصلحتنا فيهم. وعمركم ترخصوا راسكم البنات، كيف ما كيقول المثل المغربي، عزها يعزوك. ديما خلي راسك في العز، في القمة، حيت اللي ما عزش راسو كيطرى ليه كيما طرى لهاد القصة هادي ديال شمس ظلامي.